يا ست هانم هذا هو القانون. يتغير قانون ضد المنطق والإنسانية، يتغير يتلغي. أنا مش هسكت، وإذا كانت المسألة عايزة مقابلة وزير العدل هروح له. انتوا عارفين ان فيلم أريد حلا كان من أهم الأسباب في تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث بدأت الدولة في تغيير قانون الأحوال الشخصية سنة 77 بعد إجراء عدة تعديلات عليه، ويعتبر فيلم أريد حلا أول فيلم عن الخلع في مصر. صديقي العزيز، ازيك النهارده؟ يا رب تكون لسه ما اتخلعتش. النهارده هنتكلم شويه عن دعوى الخلع، وانت في الزقططه بتاعه الخطوبه والفتره الجميله بتاعه البدايات عموما بتعمل شويه حاجات ممكن بعد كده تدفع ثمنها، زي مثلا ان ابو البنت اللي انت خاطبها يخليك توقع على قائمه منقولات بسعر غير حقيقي بالمره، وانت طبعا بتوقع، ويا عيني بتدفع فلوس كتير، تدخل جمعيات كمان وممكن تستلف. بس ساعة كتابة وثيقة الزواج تلاقي أبو العروسة بينصحك ويقولك وفر فلوسك يا ابني واعمل حساب الزمن، اكتب المهر اللي هو مقدم الصداق اكتبه جنيه عشان توفر فلوس كتير قوي ممكن تدفعها للمأذون لو كتبت المهر الحقيقي. أنا خايف يا ابني على مستقبلك، وانت طبعا بتحس بمشاعر متداخلة كتير، والعروسة قدامك فبتوافق وبتوقع. فرضا الجوازة دي مرتحتوش فيها انتوا الاتنين، وكل يوم خناقوا مشاكل، والست ماسكة نغمة واحدة طلقني طلقني أنا مش عايزاك، وانت هادي ومش عايز تخرب بيتك بإيدك. من الطبيعي ان الزوجة ليها انها تطالب بالخلع، وفي الحالة دي هتروح للمحكمة وتعمل انذار عرض لمقدم الصداق المكتوب يا معلم في وثيقة الزواج الرسمية اللي هو الجنيه اليتيم بتاعك. كمان عايزك تعرف ان دعوى الخلع بتترفع عادي من غير اسباب. إحصائيات كشفتها وسائل الإعلام المصرية نقلا عن محاكم الأسرة بتقول إن 66% من قضايا الخلع تقدمت بها سيدات مصريات للخلع من أزواجهم، تبين من خلالها أن الأزواج تعرضوا للضرب على يد زوجاتهم. الإحصائيات كمان كشفت أن السنة اللي فاتت سنة 2022 أكتر من 20,000 زوج تم خلعهم. فلو مرتك ضربتك ما تحبكهاش يا سيدي. يا مية من تحت تبني وداع يا بنت الحلال، مش بعتي كل حاجة كمان هتاخدي العيال. تطلقي